ايه ده انت عملتي شركه وانت 21 سنه؟ لا اكيد القصه دي وراها حاجه. يا مولوده في بقك معلقه ذهب، يا بابا اداكي شويه فلوس كده وقال لك يلا حبيبتي روحي افرحي عشان يبقى عندك شركه، يا لقيتي المصباح السحري، لقيتي الفانوس السحري برضو، لقيتي كنز، يعني اكيد لقيتي حاجه. يعني ما هو ده مش طبيعي برضو، مش منطقي. ما تقنعناش ان في الوقت ده حد عنده 21 سنه يقدر يعمل شركه، وكمان شركه بتشتغل في العقارات اللي هو ارقام بملايين يعني. خليني اقول لك ان ده مش حقيقي خالص. انا بنت عاديه جدا من اسره متوسطه، اشتغلت بدري شويه شويتين ثلاثه، اشتغلت من وانا عندي 16 سنه، فلما عملت شركه وانا 21 سنه كان بقالي 5 سنين في مجال العمل. وخليني برضو اقول لك ان اي حد بيبدا شغل بدري بيجمع خبرات بدري بيبقى يعني مشرق للحياه بقى وما عندوش حاجه تخاف عليها، فبرضو عادي جدا ان هو ياخد قرار زي ده. مش قادره اقول ان هو كان قرار صعب، لا طبعا. هو كان قرار لطيف، ويمكن لو الزمن تعاد تاني اكيد هعمل كده. بس هو وقتها كان مرهق جدا علشان توصل لحاجه زي دي، او علشان توصل لمنصب معين انت عايزه، رقم معين عايز تحققه، اي هدف عندك يعني، وفي سن صغير، فاكيد انت عديت بسلسله من التضحيات والتنازلات. ولو انت لسه ما وصلتش وبتعمل ده فاكيد انت هتوصل برضو. مفيش حاجه بتيجي سهله، والكل مجتهد نصيب. اي حاجه انت بتعملها النهارده هي بتساهم بشكل او باخر في اللي انت هتبقى فيه بكره. اقول لك على حاجه، انا كل حاجه وصلت لها النهارده انا شفتها قدامي صوره كامله، مع اني وقتها ما كنتش عارفه هي ايه بالظبط. يعني مثلا البيت اللي انا عايشه فيه بشكل الجاردن اللي بيبص عليها، بالشباك الكبير اللي بفتحه ببص على منظر معين، بعربيتي، بشكل الشركه النهارده، بعدد الموظفين، كل تفصيله والله العظيم حلمت بيها بالظبط. مع ان وقتها لو كنت حكيت لاي حد عمره ما كان هيصدق. انا شخصيا ما كنتش عارفه ازاي هوصل لده، انا شخصيا ما كانش عندي بلان معينه اني لما هعمل كذا بعدها هروح لكذا فهيبقى عندي كذا خالص. كل الناس على فكره اللي ممكن توصل لاي حاجه، ولو كلمتهم وسالتهم هو انت وقتها كنت عارف فعلا انت بتعمل ايه، يعني النتيجه الحتميه دي هتوصل بالسعي اللي في الطريق الفلاني، هيقول لك لا. هو جزء كبير بيبقى اجتهاد طبعا، بس هو في الاخر فضل ربنا وتحكماته وترتيبه لقدره. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما اشتغلت وانا 16 سنه انا اشتغلت حاجات كتير جدا 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 جدا، لدرجه والله العظيم ان في وظايف انا مش فاكراها. انت متخيل؟ يعني ممكن اقابل حد اللي هو كان بيشتغل معايا او مديري او كذا، اللي هو انا فاكره احنا اشتغلنا مع بعض بس مش فاكره كنا بنعمل ايه او الشركه ايه، من كتر ما كنت بشتغل حاجات كتير وفي الوقت الواحد ممكن اشتغل شغلانتين وثلاثه. كنت بقول لنفسي دايما لو الطبيعي بتاع البشر كلهم ان هما بيشتغلوا 8 ساعات فهيوصل لتارجت معين بعد 10 سنين مثلا شغل، طب انا ليه ما اشتغلش 16 ساعه واوصل لده في 4-5 سنين بس؟ كنت بعمل كده. انا فاكره حاجات كتيره قوي قوي ما عملتهاش وانا اصغر، زي مثلا تجمعات عائليه، سفريات حلوه، خروجه لطيفه، لا والله يا جماعه عندي عميل، لا عندي شغل، لا عندي كذا. انا فاكره كميه اعياد نزلتها في الشغل دي كانت مأساة بقى. لو انا طول الوقت اصلا العيد ده مقضياه في الشغل، عيد صغير عيد كبير، عيد تحرير سيناء، اعياد الاخوه المسيحيين، كل الاعياد في الدنيا انا شغاله عادي جدا، اللي هو ما عنديش اي اجازات خالص. فاكره برضو كل رمضان عدى عليا وفطرت فيه اول يوم في البيت بالعافيه عشان ماما ما تزعلش، والباقي كله كنت بفطره في الشغل. انا مش بقول ان دي اكتر تضحيات حاصله، لان هو في حاجات كتير قوي يمكن ما يبقاش عندنا الشجاعة ان احنا نشيرها مع بعض، بس هو ده جزء لا يتجزأ من وصولك ومن رحلتك. يعني لو انت بتعمل ده فاكيد انت وانت بتقارن نفسك بزمايلك اللي عايشين حياة ألطف وقادرين ان هم يستمتعوا اكتر، مش هتبقوا واصلين لنفس النتيجة، لا هتلاقي نفسك مميز بشكل ما، هتلاقي نفسك عندك نجاح معين، هتلاقي حاجة انت واصل لها هم مش واصلين لها، وده برضو طبيعي جدا ومنطقي. وعلى ذكر الشجاعة بقى، فانا قلت الحاجات اللي مش هنشيرها، بس اقدر دلوقتي بعد 9 سنين وانا عندي الشركة اشير معاكم حاجة معينة، لانها غالبا هتكون حاصلة لكل حد فيكم او لاغلب الناس يعني اللي في طريقها وفي رحلة كفاحها، وهي ان انت تلاقي نفسك فجأة نزلت للصفر. انا بقيت اصغر تيم ليدر، اصغر مدير، كلنا عدينا بده وكنا فرحانين جدا. انا فاكرة ان انا اول مرة مسكت ادارة شركة كامله كان عندي 18 سنه، طبعا مش عايزه اقول لكم قد ايه الناس كانت كلها مش طايقاني وقتها، بس ده حصل فعلا. وانت بقى بتنجح وبتكبر وبتحقق الحاجات اللطيفه دي، فجاه لازم يجي لك الهدر المتين اللي هو ايه ده، في ايه؟ انا رجعت لورا خطوات كتيره قوي. انا بعد 9 سنين قادره ان انا اقول لكم اني رجعت للصفر كذا مره،
في مره منهم ما اعرفش هنبقى اصحاب قوي ان احنا نحكيها ولا لا، انا رجعت للماينس، يعني اللي هو والله العظيم كنت بعيط بس اقول قد ايه ان الصفر ده حاجه حلوه قوي، وان انا نفسي بس ابقى عند الصفر، نفسي ابتدي نفس البدايه، ان انا ما عنديش اي حاجه وعايزه ابدا. تخيل ان انت تبتدي ماينس. بس تاني زي ما قلت لكم قبل كده انه فضل ربنا وكرمه وترتيبه والاحداث اللي بتحصل بتبقى مختلفه تماما، فتلاقي نفسك اللي هو انت ما كنتش مخطط، بس هو ربنا نجدك وطلعك من اللي انت فيه واداك احسن حاجه ممكن انها تحصل لك، بس عشان هو شافك ان انت مجتهد وبتراعيه وبتخاف منه وبتعمل اللي عليك. كلنا بقى عندنا غير قصة نجاح، يعني لو اعتبرناها ان هي قصة نجاح ممكن نشيرها مع بعض، عندنا قصص نجاح كتير قوي. عندنا محمد صلاح، شفنا كلنا ابن نجريج البار يعني وصل ازاي وعمل ايه، فخليك انت كمان محمد صلاح في مجالك.